السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إلا كنتو جداد ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. وبطبيعة الحال إلا كنتو من أهل الدار فراه الدار داركم. مرحبا بكم وألف مرحبا. جيناكم اليوم بالحلقة الثانية من مسلسل الشيق المختفي. وكيف شفنا في الحلقة السابقة أن زينب اتصلت بها واحد النمرة غريبة وكتقول لها بلي خاصها تنسى راجلها لأنها ما عمرها باقي غادي تشوف. زينب من بعد هاد الاتصال غادي تخلع بزاف على راجلها. من بعد زينب غادي تمشي باش تبلغ على الاختفاء ديال الزوج ديالها، وغيقلبوا عليه وغادي يلقاو السيارة ديالو مليوحة في واحد النهار، وغادي تخلع عليه بزاف لأنها غيتسحاب ليها بلي راجلها كان في السيارة. من بعد غيخبروها بلي راجلها ما كانش في السيارة. ومن بعد كيف سبق ليا وقلت لكم ان الام ديال الزوج ديالها غادي يجيو الصحافه وغادي تقول لولدها الا كنتي كتشوفني رجعها ولدي. وزينب ما غاديش تبغي عكوزتها دير ليها ديك الشو. من بعد غادي نشوفو زينب غادي تكتشف بزاف ديال الحوايج على راجلها، وانه هز بزاف ديال الفلوس من الشركه وهرب. وبسبب هادوك الفلوس غادي تجبدو بزاف ديال المشاكل لزينب. غادي يشكو فيها الشرطة أنها هي اللي قتلاتو وخدات دوك الفلوس، وغادي يمشيو باش يقلبو الدار ديالها، وغادي يلقاو شي فلوس وسط واحد الكتاب اللي هي ما عرفاش ديال من ولا كيفاش وصلوا دوك الفلوس لداك الكتاب، ولكن غادي يعتقلوها. ايضا في الحلقة الثانية غادي نشوفو ادم الابن ديالها اللي غادي يبداو يقولوا ليه الاصدقاء ديالو في المدرسة ان ماما قتالة، انها قتلت الاب ديالو على قبل الفلوس واخا هي ما دارت والو. غنشوفو ايضا الصديقه ديالها اللي غتكتشف ان الزوج ديالها كيخونها، وهذا الشيء بطبيعه الحال غتكون مورا وحده في صحاباتهم اللي كدير هادشي كامل باش تفرقهم على رجالهم. غنشوفو ايضا الحماد ديال زينب اللي غادي تأيد هادوك الشكوك اللي كاينين على زينب، وغادي تقول لهم بلي فعلا هي اللي قتلته، لان كيف قلت لكم في الحلقه السابقه ان الحماد ديال زينب ما عزيزاش عليها زينب، وغادي تستغل هاد الفرصه باش انها تضرها. حبابنا، مسلسلنا فيه بزاف ديال الاحداث اللي مشوقه، مسلسل اللي كنصحكم انكم تشاهدوه. جيتكم اليوم بالحلقة الثانية، نتمنى إن شاء الله تكون نالت الإعجاب ديالكم. مرحبا بكم وألف مرحبا، ونتلاقاو في فيديو جديد. قبل بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم ومرحبا بكم. كيف قلت لكم راه الدار داركم. حبابنا نتلاقاو في أحداث الحلقة الثالثة إن شاء الله من مسلسل المختفي. بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.